أهلا بكم يا متابعيني. وجودكم هنا يعني لي كتير. اليوم راح أكلمكم جزءا من حكاية حياتي، بس مو عشان أشتكي لكم. يمكن كلمتي يلمس القلب، يمكن الشخص بيعطي الأمل. هذا هو قصتي اليوم. أحيانا نطلع مشاوير بسيطة بس نحس فيها بالراحة وما نتوصف. مو دايما نحتاج وجهة، أحيانا بس نحتاج نبتعد الجو عن الزحمة، عن تفكير، عن كل شيء يعكر مزاجنا. اليوم طالعة خير الجو، وأذكر نفسي إن الحياة حلوة حتى وسط التعب. خلونا نأخذ نفس ونكمل مهما كانت طريق الطريق. نصيحة مني كأخت لكم: أبدأوا صباحكم بحاجة تحبونها، استرخاء، شاي، قرآن، موسيقى هادئة، أي شيء يريحكم. حاولوا تبتعدونها عن كل شيء يضركم، سواء الأكل أو أشخاص أو حتى الأفكار. الغذاء الصحية مهم، الغذاء الصحي المهم، بس الأهم صحتكم النفسية، لأن الحياة تحتاج الجهد وتحتاج النفس مرتاحة والجسد مرتاحة. أنا شخصيا أحب أبدأ يومي بهدوء، استرخاء خفيفة، أشغل موسيقى أحبها، بس دائما أحس الوقت ما يكفيني لأني لازم أروح الدوام بسرعة. مريت ظروف كسرتني، ناس وعدوني خذلوني، أحلام بنيتها طاحت قدامي. كنت أقول خلاص يمكن ما أقدر أكمل، بس رغم كل شيء ما استسلمت. قمت من الجديد وجمعت كسرة قلبي وبدأت أمشي حتى لو خطوة ثقيلة. كانت خطوة الأمام. تعلمت إن الدموع ما تعني الضعف، وإن الحزن مو نهاية، وإن القوة الناس أهم من تخلوا عنهم لكل، بس ما تخلوا عن نفسهم. هذا أهم شيء. أنا موجوعة بس قوية، انكسرت بس قمت، وحكايتي ما تنتهي. شاركوا الفيديو مع أحد تحسون محتاج يسمع هالكلام، مو بس الدعم لدعم لكل القلب التعبان ويحتاج يسمع الكلمة الطيبة. سلام.